الله على زمان وأكل زمان وطريقة أمهاتنا اللي ما يتشبعش منها أبدا. هتعملي طاجن بطاطس بالوراك الفراخ أو بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة والطعم يجنن. هتجيبي وراك كده أو فراخ بنفس الطريقة وهتكوني غسلها كويس جدا وشايلة المادة اللزجة اللي بين الجلد ومصفيينها كويس كده، وبدأت أفتح فتحتين بصلتين وطماطماية مفرومة، وبعد كده هحط ملح وفلفل أسمر وأدعكهم كويس جدا. وبعد كده هابدأ أتبل الفراخ بتاعتي كده من تحت الجلد ومن جوه بالشكل ده. حطيهم بقى في طبق كده وغلفيهم بستريتش راب وسيبيهم في التلاجة لمدة ساعة بالتتبيلة دي. فراخ بقى يعني مرقة، وكانوا أمهاتنا ما يقتنعوش الفراخ إلا لما تتسلق كده في الشوربة ويعملوا أحلى شوربة. مية سخنة، ورق لورا، حبهان، قالب من المرقة، شوية كركم صغيرين، وانزلي بقى بالفراخ بتاعتك وسيبيها تاخد غلوة. عندنا بطاطس متقطعة بقى شرايح رفيعة وبصل متقطع جوليان. هاتي الطاجن بتاعك كده وحطي بقى ادهنيه مادة دهنية، وانزلي بالبطاطس بتاعتك وملح وفلفل وبهارات بطاطس وشوية البصل الجوليان. الفراخ بتاعتي خدت غلوة بس وحطيتها على البطاطس. وتقدري تعمليها في الصينية بنفس التكنيك. احلى مرقة هتعمليها بجد بطعمها يجنن. هنصفيها كده، هناخد كوبايتين وهصفيهم من البصل، وهنزل بقى بعصير الطماطم كده، ورق زبدة وفويل كده حراري، وهكمرها كده كويس وفرنك شغال على أعلى درجة حرارة ياخد نص ساعة. وتشيلي بقى الفويل وتشغلي الشواية عشان تحمر كده وتاخد اللون الخطير اللي انت هتشوفيه ده. مش عايزة أقولك طعمة وجميلة وسهلة وكمان خطيرة. اكتبولي بقى في الكومنتات مين بيعملها كده، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.